تحذير مباشر من ترامب لإيران تضمن تهديداً بضربات محتملة للبنية التحتية الإيرانية في حال لم يفتح مضيق هرمز. تخيل معايا، كاين احتمال كبير تنقرض البشريه بسبب امريكان وايران. حرب عالميه الثالثه نيشان. ما كاينش الضحك، ما كاينش اللعب، ما كاينش الهضره. نتوما ما احترموناش. القصه بدات منين ترامب كان جالس ما به ما عليه، حتى طاحت عليه الفكره وقرر ينشر تغريده قال فيها بلي غيسالي مع 90 مليون شخص ويمسح حضاره كامله من الخريطه. صحابك ايران ملي شاف التغريده سكتات؟ لا ناض المرشد ديالهم جاوب ترامب قال ليه شوف اخي ترامب، راه الا تحركنا غنسدو لكم داك مضيق هرمز وغنقطعوا الضوء على العالم كامل غيظلام. وتما بدات الهضره على مضيق هرمز. امريكا حتى هي بدورها ما وقفتش هنا، صيفطات واحد الدرون غاليه بزاف الثمن ديالها اكثر من 130 مليون دولار وبقات كدور فوق ايران تما غادي تعصب. جابت واحد الصاروخ قديم ومصدي وضربات به ديك الدرون. ترامب تما طلع ليه الدم محقد على ايران وبدا كيوجد في الصواريخ، وشويه قال لهم صافي ما بقيتش غنضرب ايران حيت اصلا الدرون ما كان فيها حتى واحد، يعني ما تقتل حتى واحد. انا الصراحه بانت لي بلي امريكا غير خافت تدخل في حرب مباشره مع ايران حيت اصلا ايران ما عندها ما تخسر. وانتم ما تنساوش تقولوا لنا شنو بان لكم في التعاليق. وماذا بكم لي زابوني ومالغري تو جانيتو تهلاو بزاف، يلاه حكم والسلام عليكم.